السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة صبرنا كويزين. اليوم حبيت نقدم لكم أو نوريكم كيفاش تحضروا راس الحانوت البسكري. جاتني بكثرة طلبات عليه. طريقة تحضيره نوريكم حب يعني كيفاش المكونات تاعو راس الحانوت، وهو فيه 12 نتابل. راس الحانوت البسكري فيه 12 نتابل، حنوريهم لكم. هو حب، ونقول لكم من الأحسن تعملوه هو بودرة. راح نجيب عندي لهنا حوالي، راح نقول لكم بالحوالي، حوالي رطل كسبر حب، ولهنا حوالي 250 جرام من الكروية، ولهنايا حوالي 200 جرام من حبة حلاوة. حنوريكم الفرق بين حبة حلاوة والكروية. الكروية تشبه شوية الكمون. ولهنا حوالي 100 جرام من الورد، احنا نستعملوا الورد في راس الحانوت. وهنا حوالي 100 جرام ايضا من الكركم المجفف. وهذه نستعملوا جوزة الطيب، نستعملوا في هذا المقدار كامل، نستعملوا حبة جوزة الطيب، لكن مؤخرا راهم يقولوا بلا راي مسكرة. انا مش راح نضيفها صراحة، ما نضيفهاش، نزعتها. ولهنا عندي حوالي 50 جرام من فلفل اسود، حوالي 50 جرام من زنجبيل او زنجبيل مجفف، وعندي حوالي 100 جرام من القرفة، وعندي حوالي 50 جرام من قرفة نجمة الأرض، وهذه عندي حوالي 100 جرام من الكبابة أي تشبه الفلفل الأسود حب. وهذا عندي حوالي 50 جرام من القنطس. هذا القنطس نستعملوه تاب البسكري. إن شاء الله توجدوه في الأسواق. نكهته رائعة، يعني هو ينوض وحده في الصحراء في المناطق اليابسة، وإحنا نستعملوه في الأكلات البسكرية. يعطي نكهة رائعة يعني يعطيك نوع من الحرارة. هنايا التوابل دركا نبدأ نخلطهم، نوريكم كيفاش نخلطوهم. التوابل قبل ما تبداو في كل شيء ضروري انكم تنقوهم مليح وتغربلوهم مليح، ومن بعد تخلطوهم. يعني راح نوضح لكم امر. اذا كنتوا في البلاد تخلطي هذه كامله هذه التوابل وتديهم الرحاية يرحيهم لك، ترحيهمش في الدار لخاطر راح يتكسر لك الرحاية تاعك، راح تكسر لك. ولا كنتي في الخارج ولا يعني ما لقيتيش هذه التوابل كامل، تستعملي كل شيء بودر. يعني نعطيك المكيال تاعو، تكيلي بالميزان وتحطي كل شيء بودر، يعني تشريهم مجففين ومطحونين وتخلطيهم يعني بكل سهولة. ومن بعد تغربليهم كيما راكم تلاحظوا فيا انا في الصورة لهنا. راني استعملت انا كيف يفضلي تاب هذا راس الحانوت، كيف يفضلي متاع البلاد. نجيب كل من التوابل هذا ونخلطهم في البيت ونغربلهم كشي ما كاينش شوائب ولا نغربلهم، ومن بعد نديرهم في بولارة او في علبة ونخزنهم نستعملهم عادي، يعطيك نفس النتيجة. انا الورد هنا ما وجدتوش صراحة، يعني تقدري تستغني على جوزة الطيب صراحة مش هنستعملها، تقدري تستغني على الورد معليهاش، والقنطس اذا ما وجدتوش معليش تقدروا تستغنوا عليه. وتابل هذا يعني هذا راس الحانوت اروع راس حانوت، صدقوني راني مجربه انواع كثيره من راس الحانوت روعه. يعني هذا ريحه ونكهه ينكه لك كلش. استعمليه في المرق الابيض او الاحمر. ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه هذا الفيديو، خاصه الاخوات يطلبوه مني. واذا عجبكم الفيديو كليكوا في جيم وبارطاجوا الفيديو لتعم الفائده، واشتركوا في القناه ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.